Pour nous, c'était comment sauver la révolution, comment permettre à la révolution de continuer sa marche. Pour d'autres, c'était Alger. S'installer au pouvoir Alger en entrant par la grande porte et même en utilisant une certaine complicité de l'administration française. Aux yeux du GPA, on était dehors de la loi. Non, on n'a pas fêté l'indépendance. Je parle de moi, je parle de tous mes compagnons, je parle de toutes les régions qu'on contrôlait à l'époque. Et c'était la majorité, c'était ce qu'il y avait de plus solide, le noyau le plus dur de la révolution. En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays. L'Algérie, à cette époque-là, à ce moment précis, avait besoin d'une équipe d'hommes qui connaissent la réalité, qui n'a pas été déphasée, donc n'a pas été éloignée du terrain du combat, qui a connu une certaine continuité dans l'action. Une équipe qui était en mesure de dire non et d'imposer certaines mesures de redressement. 19 جوان 65 الدبابات موقعت بالعاصمة، مهمدين يعلن عن إبعاد بن بلة وتأسيس مجلس للثورة. أيها الشعب الكريم، لقد تألف مجلس للثورة، وقد اتخذ هذا المجلس جميع التدابير والاحتياطات لضمان النظام وحماية الأمن والسهر على سير المؤسسات القائمة والمرافق العامة. وسيعمل مجلس الثورة على تحقيق الشروط اللازمة لإقامة دولة ديمقراطية وجدية تسيرها قوانين تحترم الأخلاق والمثل العليا، وبمعنى آخر دولة لا تزول بزوال الحكومات والأفراد. وستسير مؤسسات الدولة وأنظمة الحزب في كنف الانسجام وفي حدود مسؤوليتها دون أن يقع أي مساس بشرعية الثورة. وسيعكف مجلس الثورة حالما تستتب الأمور وتعود الطمأنينة إلى النفوس، سيعكف على تنظيم اقتصاد البلاد وإخراجه من الفوضى التي كان يتخبط فيها. Le 19 juin, pour moi, c'était une sorte de réajustement révolutionnaire. Oui. On a qualifié le 19 juin de coup d'État. Je n'arrive pas à suivre une certaine logique. Parce que les mêmes forces qui ont installé le pouvoir qui a été qualifié avant le 19 juin de pouvoir socialiste, ce sont ces mêmes forces qui ont pris leur responsabilité le 19 juin pour apporter un correctif. وقلنا بأن الطريق الحقيقي للنصر هو التحكم في المصائر نتاعنا، بأن الطريق الحقيقي للنصر وهو إعطاء الاستقلال السياسي محتواه الاقتصادي، يعني تأميم كل الخيرات اللي موجودة في البلاد وكل الثروات الوطنية. ابتداء من اليوم قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية.
قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة. بعدما استولينا على الثروات الوطنية وبعدما حررناها من التبعية الأجنبية ومن الاستغلال الأجنبي، فنحن نعمل من أجل استغلال هذه الثروات لصالح كل المواطنين. نعمل من أجل تحويل هذه المواد الأولية إلى صناعات، ومن هنا تأتي فكرة بناء قاعدة صناعية متينة. قلنا بأن سياسة الاعتماد على الطاقات الوطنية، سواء كانت هذه الطاقات مادية أو بشرية، هو السر الوحيد للنجاح. أما الاعتماد على الدول الكبرى، أما الاعتماد على الخارج، فهذا هو ليس بالحل. اعتمدنا على أنفسنا وقلنا أن الصديق نتاعنا الحقيقي، الصديق نتاعنا الحقيقي هو الذي يتعاون معنا بكل نزاهة وبدون أي طمع وبدون أي خلفيات. هذا هو الصديق الحقيقي نتاع الجزائر. هوارب مدين ابن الريف بالنسبة إليه الجزائر لابد أن تصبح بلدا مصنعا. اليابان كان المثل الأعلى في نظر الرئيس حسب الأشخاص الذين عايشوه. عملية التصنيع عرفت حركة سريعة ابتداء من عام 72 بعد تجاوز الأزمة البترولية الجزائرية الفرنسية، وصارت الجزائر إحدى دول العالم الثالث النادرة التي بنت صناعات ثقيلة وتحولية وقاعدية. لأن الجزائر لما اختارت التصنيع ولما جسمت هذه السياسة في جملة وأطلقت عليها بالثورة الصناعية اللي هي إحدى الركائز الثلاثة اللي تقوم عليها الثورة الاشتراكية، فمعنى هذا أننا قررنا ما نبقاش في أول الطريق في الميدان نتاع التصنيع نتاع البلاد. لا يمكن أن نبعث الحديد نتاع لوانزا نبيعه في الخارج باش يحول في صناعات الحديد والفولاذ في أوروبا، ثم نستورد نفس الحديد الخام بأثمان باهظة لكي على كل حال نستهلكه في الداخل. هذا لا يمكن. لا يمكن أن نصدر كل البترول ومن بعد نستورد المشتقات نتاع البترول. فقلنا أن هذه السياسة لابد أن تكون سياسة كاملة، سياسة متكاملة.